العملياتيه لهذه الوحدات على مستوياتها. وبميدان الرمي والمناورات تابع الصيد الفريق عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادة والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن اكتساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، لا سيما من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن تقييم مختلف مؤشرات الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية، وكذا اختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف. تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قوتنا المسلحة في السنوات الأخيرة. وتدمير ما تبقى من المعدات، وبعد التمشيط الجيد